بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده فيديو ان شاء الله يعجبكم. هو رز بلبن على الطريقه التركيه، وما يفرقش كتير عن الرز بلبن المصري. هي في تكايه واحده بس هشوفها لما نعمله يعني قدامكم، وان شاء الله يعجبكم. واعملوه في الصيف يعني يبقى حاجه ساعه حلوه ومش مكلف، كل طلباته من البيت. اهو طلباته بسيطه خالص وكلها من البيت، مش هيكلفك حاجه خالص، وحاجه حلوه تطري على القلب في الحر وفي الصيف ده. هو ما بيخش لا وقت ولا حاجه، في ثواني هتعمليه وطعمه لذيذ خالص، طعمه في منتهى الجمال. اهو وان شاء الله جربوها يعجبكم ان شاء الله. اهو ده بعد ما استوى خلص خلص على الاكل يعني، ومطلعاه من التلاجة. ده طالع من التلاجة كده اهو. اهو معايا بقى المقادير: كوبايه ونص رز مصري، ما ينفعش اي رز تاني غير رز مصري. تغسليه كويس خالص، تطلعي البياض اللي فيه ده خلاص، تغسليه تطلعي البياض منه 3 4 مرات تغسليه. اهوت هنيجي بقى عشان نسلقه. بعد ما تغسل اهوت نسلقه بقى الاول. قبل ما نحط عليه لبن نحط عليه 5 كوبايات ميه بنفس الكوبايه اهو، وتغليه بقى على النار من غير اي حاجه خالص لحد الميه بتاعته ما يشربها كلها وتنشف كده زي ما انتوا شايفينها كده. هنبدا بقى نضيف عليه اهو اللبن بقى. 5 كوبايات برضو لبن من نفس الكوبايه اهو. تحط عليه بقى ايه ال5 كوبايات اللبن بعد ما ينسلق خالص وينشف في الميه زي ما شفتوه قدامكم كده. نحط عليه بقى سكر، كوبايه سكر اهو. عايزه بقى تزودي السكر تقللي على حسب الرغبه، السكر ده على حسب رغبتك اهو. وبتدوقيه كده وانت بتعمليه، شوفوا بقى انت عايزه تزودي زودي، عايزه تقللي قللي. انا حطيت على الكوبايه ونص رز ديت كوبايه ونص ايه سكر اهو. هنيجي بقى عندي معلقه فانيليا صغيره، تحطيها برضو وهو بينسلق كده في اللبن، وتقلبي على طول، تقلبي فيه على نار هاديه. معايا قشطه بقى ديت، هي بتخلي طعمه جميل خالص وطعمه دسم وحلو، ودي اختياري، عايزه تحطها حطها، مش عايزه براحتك. معايا بقى كوبايه من ضمن ال5 دول لبن. هنشيل كوبايه كده على جنب من ضمن ال5 كوبايات لبن، كوبايه على جنب كده نحط فيها معلقتين نشا كبار حراميين اهو. تحطيه بقى كده بعد ما يغلي، تحطي النشا وتقلبي بقى على طول فيه، عشان النشا ده هو يستوي. يقعد زي دقيقه كده النشا هو بنحط اهوت، يقعد زي دقيقه كده يغلي عشان النشا ده يستوي وراه ما يبقاش طعمه نشا وانت بتاكليه اهو. تغليه زي دقيقه كده بعد ما تحطي النشا اهو. والكوبايه النشا دي بتاعت اللبن دي من ضمن ال5 كوبايات. تشيلي كوبايه كده على الجنب قبل ما تحط اللبن، تحط 4 وبعد كده حط كوبايه تانية للنشا، حجزها للنشا من ال5 كوبايات اهو. زي ما قلت لك دقيقه كده يغلي عشان النشا يستوي، وتقلبي على طول ما تطلعيش داكي منه. لما يغلي كده على نار هاديه، اول ما يغلي تهدي النار خالص عشان ما يشيتش منك من تحت. معايا بقى بعد ما استوي هنحطه بقى ببرايم اهو صغيره، عامله للحلويات نشا رز ولا ايه بلبن ام علي زبادي اي حاجه من دي بنحطها في البرايم دي، بتدي طعم حلو للحاجه يعني، للاكل اللي بيستوي فيها اهو. فرغته كله في برايم صغيره هتشوفوها دلوقتي. انت بقى عندك حاجه تانية غير البرايم، حطي عندك بولات صيني، بولات بس ازاز ما ينفعش طبعا عشان هو هيتحط في الفرن اهو. تحط كله في برايم اهيت. انت بقى عايز في المرحله دي عايزه تاكليه كده يبقى كده رز مصر عادي، والزاني باي مكسرات عندك بقى اهو. ده رز مصر عادي اهو. عايزه تاكليه كده لحد المرحله دي يعني، خليه كده حطيه في التلاجة وطلعي تاكليه على طول، هيبقى طعمه جميل برضو. مش انا بقى دخلته في الفرن، شايفين بيبقى وشه طالع لفوق كده، قلب لفوق كده اهوت، اول ما بيطلع بيهبط تاني. وانت ما تدخليه في الفرن ما تشولعيش من تحت، هي الشوايه وبس بياخد بس لون بس من فوق. هي الشوايه بيخش 5 دقايق تحت الشوايه. عايزه بقى تزينيه بعد كده معايا مكسرات اهيت. مش عايزه تزينيه تقف لحد الوش ما يتحمر كده، المرحله دي يعني عايزه تتغاضى عنها مش مشكله عادي، الوش يتحمر بس وكفايه. المكسرات دي متوفره تحطها، مش متوفره خلاص اهو. بعد ما استوى اهوت، وان شاء الله يعجبكم، اعملوه جربوه هيعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو بتاعي لحد دلوقتي يا حبايبي اعملوا اشتراك في القناه، واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم اهو. وان شاء الله يعجبكم وتجربوه ان شاء الله اهو. طعمه في منتهى الجمال. والوش المتحمر ده زي ما قلت لكم ما تولعيش الفرن من تحت، هو الشوايه وبس،
يا دوبك يتلهف ما يكملش دقيقتين تلاتة لو شوايتك عالية. احنا مش بنسويها مستوي، احنا بنديله لون بس، بياخد لون بس اهو. والمكسرات دي برضو ممكن تتغاضي عنها لو ما عندكيش، مش مشكلة اهو. ان شاء الله يعجبكم وجربوه، وانا هكتب لكم المقادير صندوق الوصف تحت الفيديو عند كلمة المزيد، اضغطي عليها يطلع لك المقادير بتاعت ايه الرز بلبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.